السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة إعدادي الشهادة الإعدادية، بنبدأ مع بعض بنماذج امتحانات محافظات عام 2025، وبنبدأ اليوم بمحافظة القاهرة، المحافظة رقم 1. وبنبدأ بأول سؤال يا أبطال. بيقول لي أكمل العبارات التالية. بيقول لي تستخدم العدسة نقط في تصحيح قصر النظر. طبعا هنتكلم عن العدسة المقعرة. طب يا مستر محمد، السؤال ده افرض جه عايز عدسة محدبة، هيبقى ايه؟ يبقى طبعا تصحيح طول النظر. طب بص يا غالي، احنا عندنا العدسة المقعرة وعندنا العدسة المحدبة. العدسة المقعرة يبقى دي يتم تصحيح قصر النظر. طب المحدبة طول النظر. طب جميل جدا. طب يا مستر، مفيش حاجة كده من الفنيات بتاعت حضرتك إن أنا أقدر أعرفها عشان لو اتلخبطت؟ أكيد طبعا مع مستر محمد لازم تلاقي حل. عندك كلمة المقعرة فيها حرف القاف. طب كلمة قصر النظر فيها حرف القاف، يبقى القاف مع القاف يا غالي يبقى العدسة المقعرة في تصحيح قصر النظر. استمر معانا، هتلاقي أسئلة كتيرة تقدر تفهمها من غير ما تقعد تحفظ كتير. طيب 2، يندمج المشيج المذكر اللي هو ان مع المشيج المؤنث اللي هو ان ايضا في عملية الاخصاب لتكوين طبعا هنقوله الزيجوت. طب الزيجوت ده ليه اسم تاني؟ ايوه طبعا، اللاقحة. ليه اسم تالت؟ ايوه طبعا، البويضة المخصبة. ودي يا حبايبي بتبقى 2n. حاصل ضرب سرعة الجسم في الزمن. طبعا انا كده بتكلم عن المسافة، وما تنساش طبعا ان في مثلث بيقول لك ادي السرعة وادي المسافة وادي الزمن. فالسرعة في الزمن يساوي المسافة. ما نعني بقولنا مقدار الإزاحة ب10 متر. نكتب كده يا أبطال. أي أن طول أقصر خط مستقيم بين موضعين أو بين موضع البداية إلى موضع نهاية الحركة بيساوي 10 يا أبطال، 10 متر. طب الاتجاه يا مستر، ما طالما قلت من موضع البداية لموضع النهاية يبقى كده معناه إن أنا بشير إلى الاتجاه. عايز تقوله بالاتجاه مفيش أي مشكلة. خد بالك دي مقدار كمان الإيه؟ الإزاحة. طيب يعني عايز أهم حاجة عندي الرقم ووحدة القياس طبعا. طيب بيقول لي البعد البؤري لمرآة مقعرة. هو البعد البؤري إيه تعريفه؟ نكتب كده. أي أن المسافة اللي هي بين إيه يا مستر؟ بين البؤرة الأصلية وقطب المرآة بيساوي 4 سم. يبقى المسافة بين البؤرة وقطب المرآة يساوي 4 سم. سؤال جيم بيقول لي ادرس الشكلين التاليين. بيقول لي ما نوع السرعة؟ طبعا عندنا هنا خط مستقيم يمر بنقطة الأصل. تمام؟ طيب ماله يا مستر؟ وعندي مسافة وعندي زمن، يبقى دي كده يا أبطال سرعة منتظمة. يبقى دي سرعة يا حبايبي منتظمة. طب قيمة العجلة السرعة المنتظمة، يعني عين واحد تساوي عين اتنين، يعني السرعة مش بتتغير. يبقى هنا العجلة، يبقى نكتب كده يا أبطال قيمة العجلة تساوي صفر. يبقى عجلة تساوي يا حبايبي صفر. طب اذكر اسم الكائن الحي وطريقة تكاثره. طبعا اللي عندنا ده يا أبطال اسمه فطر عفن الخبز. يبقى فطر عفن الخبز. طريقة تكاثره نكتب كده بالجراثيم، اللي هي طبعا بنسميها ايه يا حبايبي؟ الأبواغ. جميل جدا كده، انت اخدت 5 درجات بتوع حضرتك بكل بساطة وبكل سهولة. السؤال الثاني بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. إذا كانت المسافة بين الجسم وصورته في المرآة المستوية بتساوي 80 سم، فإن بعد الجسم عن سطح المرآة. بص يا غالي، أنا هعمل إيه؟ ما أنا عايزك تفهم، أنا مش عايز أقول لك الإجابة 40 وخلاص، لأ، أنا عايزك تبقى فاهم بحيث لو جالك السؤال بطريقة أخرى تقدر تحل. ده الهدف من الفيديو على فكرة، إزاي تعرف تحل أسئلة كتيرة بنفس هذا النمط، ولو كمان أصعب كمان. طب يلا بينا يا مستر، أنت بتقول لي بقى؟ أنا بقول لك دي طبعا هنقوله هنا دي المرآة، يبقى دي يا حبايبي مرآة. وهنحط هنا مثلا ادي جسم، وهنحط هنا مثلا ادي الصورة. طبعا انتوا ناس فاهمة. طيب
بيقول لي بقى إذا كانت المسافة من الجسم ده للصورة ب80، حلو، يبقى أنا هروح جاي من هنا كده، من الجسم ده لحد هنا كده ب80 سنتي. عايز إيه؟ فإن بعد الجسم، حط إيدك كده عند الجسم أهو، وسطح المراية الحتة دي كده تساوي كام؟ ما دي نصها يا مصر، خلاص يبقى أنت كده فهمت، يبقى فعلا الإجابة كام يا حبايبي؟ ممتاز، 40. وخد بالك مفيش سؤال اسمه في فكرة إلا لازم نفهمها لك بكل بساطة. العالم اللي وضع النظرية الحديثة طبعا العالم فريد هويل. إذا كان عدد الكروموسومات في الخلية الجسدية 2n، جميل، فإن عددها في المشيج الناتج من انقسام الخلية التناسلية يكون، طبعا يا أبطال ناخد بالنا، إذا كان عدد الكروموسومات في الخلية الجسدية 2n فإن عددها في المشيج، هو بيسأل هنا عن مين؟ عن المشيج الناتج من انقسام الخلية التناسلية. خد بالك يا غالي، الخلية التناسلية 2n، تمام، ولكن هو هنا ما سألنيش إن الخلية التناسلية كام كروموسوم، فهو بيسألني اللي نتج بقى المشيج ده كام كروموسوم. يبقى برافو عليك، الإجابة N. يبقى الإجابة إيه يا حبايبي؟ N، إنه بيسأل عن المشيج. ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي سقوط شعاع ضوئي مارا بمركز تكور المرآة المقعرة؟ نكتب كده يا أبطال، طبعا لو سقط شعاع مر مركز التكور يرتد على نفسه، أو نكتب كده ينعكس الشعاع الضوئي على نفسه. ولو عايز نقول إن زاوية السقوط فعلا هتساوي زاوية الانعكاس هتساوي صفر. طب غياب الجسم المركزي من الخلايا الحيوانية إيه اللي هيحدث؟ يبقى هنقول كده لا تتكون خيوط المغزى، لأن الجسم المركزي ده بيكون خيوط المغزى، وبالتالي لا تنقسم الخلية. طب احنا عندنا مين يا مستر محمد من الخلايا ما فيهاش جسم مركزي؟ برافو عليك، قلنا الخلية العصبية. ممتاز. سؤال ج، وضح أهمية ظاهرة العبور التي تحدث بين الكروماتيدين الداخليين للمجموعة الرباعية. طبعا يا أبطال ظاهرة العبور دي من ضمن الأسباب اللي بتؤدي إلى تنوع الصفات الوراثية. طب نكتب إيه بقى؟ نكتب تؤدي إلى تنوع الصفات الوراثية. يبقى تنوع الصفات الإيه؟ الوراثية. فين بقى يا مستر؟ في أفراد النوع مين؟ الواحد. إزاي؟ أنا أهو وحضرتك أهو، إحنا الاتنين ننتمي إلى الإنسان، ولكن الصفات الخاصة بيا تختلف عن الصفات الخاصة بحضرتك. السبب يبقى الحدوث ظاهرة إيه يا حبايبي؟ العبور. وما تنساش القمة تحقق أحلامك في التفوق، أنت الآن بالقمة. السؤال الثاني مسألة العجلة. بيقول لي احسب العجلة السيارة بتتحرك بسرعة 30 متر لكل ثانية، استخدم السائق الفرامل، توقفت بعد 10 ثواني. المسألة دي أنا هديك هدية، إزاي تعرف تحلها؟ أنت بطل، أنت حليت مسائل كتيرة، ولكن ما تستعجلش. ليه؟ لأن دي المسألة اللي هتقيمك. أنت حليت كتير أنا عارف. طب أعمل إيه يا مستر؟ يلا يا غالي اكتب معايا. أول حاجة ما بدأت لك هتروح جاي عامل لي كده حاجة واحدة، عين واحد تساوي 30 متر لكل ثانية. جميل. استخدم الساق على الفرامل، يبقى وقال لي توقفت، يبقى عين 2 يساوي صفر. جميل. قال لي توقفت بعد 10 ثواني، يبقى هروح جاي قايل كده الزمن يساوي 10 ثواني. عايز ايه بقى؟ عايز العجلة. يبقى انا عايز ايه يا حبايبي؟ العجلة. يبقى اروح جاي كاتب كده ادي كمان العجلة واعمل علامتين استفهام. نروح انا جاي كاتب بقى ايه؟ العجلة تساوي، شد خط، عين 2 ناقص عين 1 على الزمن. عين 2 بكام؟ اكتب زي ما هي مكتوبة صفر، اكتب صفر، ايه المشكلة؟ ناقص عين 1 بكام؟ ممتاز، اكتب 30. الزمن بكام؟ ب10 يا مستر، هو في حاجة اسمها صفر؟ يا عم اشتغل زي ما هو جايب لك اكتب. طب تطلع بكام؟ طبعا سالب 30 على 10 تطلع بسالب 3. سالب ايه؟ 3 متر لكل ثانية تربيع. كده صح؟ عشان عندي عجلة سالبة؟ صح يا مستر. يبقى الإجابة هنا يا شطار سالب 3 متر كل ثانية ايه؟ تربيع. في طالب هيتغر، يلا صفر، غلط. بص، ما اعرفش اتعامل مع مسألة بطريقة لفظية، لازم تحولها لأرقام عشان نعرف نتكلم ونتفاهم مع بعض. كده أنا حصلت على نص الدرجة في الامتحان. طب يلا يا بطل خش على السؤال الثالث. يقول لي صوم ما تحته خط. توضع مرآة مستوية على يمين سائق أو يسار سائق السيارة. طبعا
بتحط على مرايه يا حبايبي، مرآة محدبه، يبقى يتم وضع مرآة يا حبايبي محدبه، يبقى الاجابه الاولى هنا كده محدبه. طيب السؤال اللي بعده، السرعه ناتج قسمه المسافه الكليه، طبعا دي كده السرعه المتوسطه، المسافه الكليه على الزمن الكلي. غازي الهيدروجين طبعا والهيليوم، يبقى الهيدروجين وايه يا حبايبي والهيليوم، اللي هي بنسبه 75 ل 25%، اللي هي نتجت منها النجوم والمجرات والكون عبر ملايين السنين. طب السؤال اللي بعده بيقول لي لا يمكن استقبال الصوره المتكونه بالمرآة المستويه على حال فعل، ليه؟ لانها دي صوره تقديريه، نكتب كده لانها صوره تقديريه. طب الصوره التقديريه دي يا ابطال مالها بقى؟ نكتب كده تنتج من تلاقي امتدادات الأشعة المنعكسة، يبقى دي ناتجة منين؟ من تلاقي امتدادات الأشعة الايه؟ المنعكسة. طيب سؤال 2، تقلص خيوط المغزى أثناء الطول الانفصالي في الانقسام الميتوزي، يا ترى ليه يا أبطال؟ طبعا أنت طالب شاطر عارف، نكتب كده حتى تتكون مجموعتان متشابهتان منين يا مستر؟ من الكروموسومات، برافو عليك، اللي هي اسمها ايه بقى؟ أحادية الكروماتي، أو حتى لسه بدل الجملة دي كلها أهو، تتكون مجموعتين متشابهتين من الكروماتيدات، شاطر، تمام؟ تتجه تتجه كل مجموعة إلى مين بقى يا مستر؟ برافو عليك، أحد قطبي الخلية. عايز إجابة مختصرة يا مستر؟ حاضر اكتب. يبقى تتكون مجموعتين من الكروماتيدات عند كل قطب، أهي أهي يا عم، يلا عشان أنتوا حبايبي، يبقى لتكوين مجموعتان متشابهتان من الكروماتيدات عند كل قطب. قطب مين بقى؟ قطب الخلية. طيب يبقى أنا كده حصلت على درجة كمان جميلة. قارن بين القوة والكتلة من حيث النوع الكمية. القوة كمية يا مستر فيزيائية، شاط ايه بقى؟ متجهة، تمام؟ طب الكتلة يبقى كمية فيزيائية قياسية. الانقسام الميتوزي والميوزي نوع الخلايا التي يحدث بها الانقسام. طبعا الانقسام الميتوزي يا ابطال كلنا عارفين ان هو بيحدث في الخلايا الايه؟ الجسدية. يبقى نكتب كده الانقسام الميتوزي يبقى يحدث في الخلايا الجسدية. طب الانقسام الميوزي يحدث في الخلايا التناسلية. طبعا أيضا سؤال مهم. طب يلا يا بطل، السؤال الرابع بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات التالية تقع في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرد ضرب التبانة على حافة المجرة. يبقى أنا كده بتكلم عن حبيبتنا المجموعة الشمسية. أيوه أنت ركز بقى معايا، شاطر ما تنامش. نقطة في باطن العدسة، طبعا يبقى أنا بتكلم عن المركز البصري، يبقى المركز البصري، شاطر. طيب كرة غازية متوهجة تدور حول نفسها تبعا لنظرية لابلاس، طبعا يفترض ان هي كونت المجموعة الشمسية، يبقى انا كده بتكلم عن السديم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي يا ابطال ما هي صفات الصورة المتكونة للجسم الموضح بالشكل التالي؟ طبعا انت لازم ترسمها. هنا الجسم عند مركز التكور، يبقى طبعا هتروح جاي شديد لنا خط كده جميل حلو كده، تمام؟ وطبعا هيروح جاي من كسر كده، وما تنساش طبعا السهم، وهتروح جاي برضو هي طبعا انت مش مطالب، انت مطالب بالصفات بس. وهنيجي من هنا برضو يمر بالمركز البصري، برافو عليك يا مستر، ايه ده بالظبط كده، ابص من غير مسطره وطلعت معانا ايه؟ شغل عالي جدا، القمه بقى يا جماعه. يبقى هنقوله ايه؟ يلا ايوه انت كمان لازم تبقى شاطر كمان كده. طب هنا بيقول لي الصفات بقى، هنقوله ايه يا حبايبي؟ طبعا انت من غير ما ترسم هنقوله حقيقيه مقلوبه، ايه تاني يا مستر؟ مساوية. يبقى الصورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. جميل جدا. يعني لو الجسم ده عمره مثلا 3 سم، يبقى يطلع هنا الصورة كام يا حبايبي؟ 3 سم. ماذا يقصد بجسم يتحرك في خط مستقيم ويقطع 20 متر في ثانية أو لكل ثانية؟ نكتب كده أي أن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة. يبقى الجسم يتحرك بسرعة منتظمة
تساوي 20 متر لكل ايه ثانية. تمام. بيقول لي متى يحدث او متى تكون السرعة النسبية لجسم متحرك تساوي ضعف سرعته الفعلية. طبعا نكتب عندما، يبقى السؤال ج ده هنا هنكتبه هنا، عندما يكون المراقب ماله بقى مستر؟ متحركا بنفس السرعة، خد بالك نفس الايه؟ السرعة في عكس الاتجاه، في عكس الاتجاه لحركة مين؟ الجسم. فاهم حاجة؟ ازاي؟ يقول لي السرعة النسبية اللي تساوي ضعف، يعني هنقول لحضرتك انا رايح مثلا، انا مثلا في بلدي اهو، رايح اسكندرية، تمام؟ الطريق ده انا ماشي مثلا بسرعة 100 كيلومتر لكل ساعة، ورايح انا في الطريق اللي هو رايح مثلا رشيد، تمام؟ ماشي بسرعة 100 كيلومتر كل ساعة. ادي السرعتين هنا متساويين، تمام؟ نفس السرعة ولكن في عكس الاتجاه، يبقى 100 و100 200. يبقى هنا لو قلنا السرعة النسبية تطلع 200. السرعة النسبية كام؟ 200. طب السرعة الفعلية 100. يبقى فعلا السرعة النسبية ضعف السرعة الفعلية. يبقى لو جالي السؤال زي ده هنقوله عندما يكون المراقب متحركا بنفس السرعة وفي عكس الاتجاه. طيب سؤال جميل وأخير، ما نوع التكاثر اللاجنسي الذي يختفي فيه الفرد الأبوي مع ذكر مثال؟ طبعا هنقوله التكاثر بالانشطار الثنائي. تكاثر بالانشطار الثنائي. المثال معانا مثلا البكتيريا، عندنا مثلا الاميبا، عندنا مثلا اليوجلينا، البراموسيوم. طبعا اسئله جميله دايما يا جماعه. محافظه الجيزه بنبدا بيها، وطبعا من المحافظات اللي بتبقى امتحاناتها جميله وبسيطه، تمام؟ وما فيهاش تعقيد. طلبه كتيره بسم الله ما شاء الله، بنسمع بال 700 طالب على مستوى المحافظه بيبقوا مقفلين الامتحان. ان شاء الله السنه دي امتحانكم يجي كويس، باقي المحافظات تيجي جميله. اي حد عنده استفسار سيب لنا في الكومنتات، وانتظر منا المزيد مع محافظات الجيزه والبحيره وكل المحافظات. ان شاء الله نقدر، ربنا يقوينا ونوصلها لحضرتك. كنتم مع استاذ محمد عسل، معلم اول العلوم والاحياء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.